ازاي احمد عبد الرؤوف يقلل خطوره الاهلي او ان هو واثق ان هو ان شاء الله هيعرف يعملها. وانا من وجهه نظري هقول الخطه او التشكيل اللي احنا المفروض نبدا او نلعب بيها. ممكن الناس تختلف معايا، تتفق معايا. لو انت مختلف معايا اكتب التشكيل بتاعك في الكومنتات ويلا بينا نشوف. حراسه المرمى مفيش اي اختلاف على محمد عواد، هو اللاعب اللي مصعدك للنهائي، هو اللاعب اللي بتالق في البطولات دي. هتلعب بالسردباكين، الثنائيه الممتازه، الثنائيه اللي انا شايفها ان هي لو فضلوا كمان مع بعض باذن الله هيكونوا من اقوى الثنائيات في افريقيا ان شاء الله. محمود حمدي الونش ومحمد اسماعيل، وطبعا كل واحد انا اتكلمت عليه بشكل مفصل في الفيديو اللي فات، ارجع الفيديو وشوف. انا شايف ان الاثنين دول ان شاء الله باذن الله يعملوا ماتش حلو، انا واثق في الثنائيه دي. باك يمين مفيش عندك غير عمر جابر، اكيد مش هتبدا ماتش زي ده باوشنج اللي هو الكيني تقريبا او الغاني مش فاكر، بس انت مش هتبدا ماتش زي ده بلاعب ناشئ، اكيد مش هتبدا ماتش مهم زي ده بزيه. فبرضه عمر جابر ما هوش الشراسه الهجوميه ولا عمر جابر. انا الماتش اللي برضه الفيديو اللي فات ارجع الفيديو وشوفه، قلت عليه لاعب بيخاف يباصي، بيخاف ياخد الريسك، بيخاف لما يكون في موقف انه يعمل اسيست او يعمل جون هو بيرتبك، هو عايز يلعب السليم، ابصي هنا ابصي هنا، فهو يعني بيخاف ينقل نقله حتى لو هتوصلنا للجون، هو بيخاف يعملها، بس ما فيش عندك غيره. الباك الشمال ما فيش شك هتلعب باحمد فتوح. ليه احمد فتوح؟ زي ما قلنا قبل كده والماتش اللي فات ان احمد فتوح قوي دفاعيا او مش قوي دفاعيا، هو ما كانش قوي دفاعيا، بس الماتش اللي فات عمل ماتش ممتاز في الدفاع، ممتاز على محمود زلاكا، على الشيبي لما كان بيزاد، على اي حد كان بيزيد عليه. احمد فتوح عمل ماتش حلو. وبخلاف ده احنا زي ما قلنا ان هو هيديك افضليه لو انت بتبني كره من تحت، هيديك افضليه هو وسواء مع عبد الله السعيد او ناصر ماهر، بس انا افضل عبد الله السعيد، هيديك افضليه ان انتوا تضربوا الوينج اللي بيلعب عليه ولا10 بتاع الاهلي اللي هم بيلعبوا عليه وتطلع بالكره من تحت الضغط بسلاسه، عشان احمد فتوح هو كواليتي في انه يلعب كوره تحت الضغط، هو ممتاز. فتوح البساطه بتاعته حلوه، بيعرف يلعب كوره، بيعرف يباصي، بيعرف يطلع الكوره من تحت الضغط. بخلاف كده بيعرف يلينك مع لعيبه العمق، بيعرف يعمل ال1 2 مع لعيبه العمق، ان واحد يجري في مساحه يلعبها له الثانيه. فانا شايف احمد فتوح مميز في الحته دي، بجانب ان هو بقى مميز في الدفاع، وده دليل الماتش اللي فات، فربي يكمل على كده. نص الملعب هو الماتش اللي فات احمد عبد الرؤوف لعب بمحمد شحاته واحمد ربيع عشان التمانيتين اللي عند بيراميدز، احمد قطه ووليد الكارت، التمانيتين دايما بيهاجموا، بالذات قطه انه في كل حته في الملعب، وكده كده الكارت حدث ولا حرج على امكانياته وكواليتي لعيبه وكل ده، بس قطه كان دايما بيلعب دايما في كل حته. فاحمد ربيع شاف ان عبد الله السعيد هيفرهد منه بدري، مش هيقدر يديله اللي هو عايزه، فهو حب ان هو ما يريسكش، حب ان هو يلعب بدفندرين او باثنين اللي موجود البدني بتاعهم اعلى، اثنين بيجروا على الكوره، فعرف يحجم الاثنين دول. وفي نفس الوقت نزل عبد الله السعيد في الشوط الثاني عشان يمسك له رتم الملعب، فهو ده اللي انا بتكلم فيه. بس الماتش ده بقى انا مش شايف ان هو عايز انك تلعب الاثنين 6. ليه مش الاثنين 6؟ لان هو الاهلي اصلا يعني من الماتش اللي فات هو كان بيلعب مروان عطيه وديانج. هو ديانج كان بيلعب والكره مع الاهلي كان بيلعب قدام، بس هو في الاصل هو 6، فهو بيلعب بديانج ومروان عطيه وزيزو، فانت بالتالي تلعب بالاثنين بقى، تلعب محمد شحاته وعبد الله السعيد وناصر ماهر. طب ليه عبد الله السعيد من بدايه الماتش ده؟ لان زي ما قلت ان الاهلي ما هوش عنده 8 ثانيه جنبه، لا هو بيلعب بديانج ومروان. طب لو لعب محمد رمضان هقول لك ماشي، ممكن في الشوط الثاني تسحب عبد الله وتلعب احمد ربيع على محمد رمضان، بس في الغالب هو مش هيعمل كده. بس انا بتكلم ليه برضه عبد الله السعيد من اول ماتش، لان الماتش ده انا مش هقول لك انت محتاج تمسك كوره بقى وتفتح خطوطك، لا انت محتاج تلعب بالعقل، محتاج تلعب بتوازن، بس العب بتوازن يبقى برضه ما سيبش كل الكره للاهلي. واحد بيعرف يتحكم لي في الكوره في النص ملعب اللي هو عبد الله السعيد. طب محمد شحاته يكون تقول لمحمد شحاته ما انت من على زيزو، ما تسيبش زيزو، لان زيزو بيلعب حر في الحته دي كلها، زيزو بيلعب بلا مركزيه في الحته دي كلها عند الاهلي. فانت تقول لمحمد شحاته الزق في زيزو، والله لو راح هنا روح مع هنا، روح مع وعبد الله السعيد هو اللي يرجع هنا، هو اللي يقوم بعمليه البنى، هو اللي يصنع، هو اللي يقوم يعني بالتحضير ويوصل الهجمات لقدام، كمان تقوم مدخل احمد فتوح جنبه ماشي، فتعتمد عليهم هما الاثنين في الطلوع بالكره، هيبقى ممتاز. ليه مش احمد ربيع طيب بدل عبد الله السعيد؟ ما هو برضه ديانج برضه قوه بدنيه جباره، ليه مش احمد ربيع؟ عشان لو انت لعبت احمد ربيع، محمد شحاته واحمد ربيع الاثنين ما هماش احلى شكل في بناء اللعب، فانت بتخلي زي ما حصل الماتش اللي فات، بتخلي ناصر ماهر هو اللي ينزل هنا يستلم منهم الكره، هو اللي يحرك نص الملعب. فانت جيت في الماتش اللي فات على الدقيقه 75 او اعتقد لقيت ان ناصر ماهر مشطب، لانه انت بتنزله ده المسافه دي كلها يستلم الكره ويطلع بيها قدام، لان هو 10 ما هوش 8. فانت لما تلعب عبد الله، وعبد الله برضه ما بقولكش ان عبد الله يعني وحش، لا عبد الله بدني حلو، بيعرف يوزع المجهود بتاعه برضه، بس لما تلعب بقى عبد الله مع شحاته وتلعب ناصر ماهر تخليه يزيد في الثلث اللي قدام، هنا هتاخر السردباكين بتوع الاهلي انه يطلعوا يعملوا الزياده عليك والضغط من هنا، لا ما هم هيكونوا عارفين ان في واحد هنا 10 واقف لهم هنا بيستلم اي كوره خطير وعنده حلول فرديه غير طبيعيه.
فانت ترمي ناصر ماهر في التلت اللي قدام برضه بنفس النظام، لا مركزيه في الناحيه دي، بس تخليه في التلت اللي قدام عشان تيجي لاخر ماتش تلاقي لسه عنده مجهود بدني، وتوفر عليه انه ينزل هنا بان عبد الله يقوم ان هو يبني الهجمه، وممكن يدخل معاه احمد فتوح. انا بالنسبه لي الوينجين هنا ما فيش اختلاف، محمود بنتايج اللي انا واثق ان شاء الله باذن الله ان الجبهه دي باذن الله هتكون مصدر خطورتك. انا واثق ان الجبهه دي هتفرتك محمد هاني ان شاء الله باذن الله، انا مش عايز برضه بس انا ان شاء الله باذن الله. وفي المقدمه والوينج ده انا عندي اختلاف. بص انا ما بحبش الجزيري ولا بحب عمرو ناصر، مش ما بحبش عمرو ناصر لان ما شفتش منه اماره او دليل، فانا عمرو ناصر بالنسبه لي لعيب عادي لسه. ولا ما بحبش الجزيري، ما بحبوش خالص، اللي يعرفني عارف ان الجزيري ده بالنسبه لي فيرود ما يلعب. بص ما بحبوش خالص، بس ده اكتر ماتش عايز الجزيري. ليه عايز الجزيري؟ عشان خوان بزيرة مصاب. لو بزيرة ما كانش مصاب كنت اقول لك يا عم سهله، حط بزيرة وارمي في المقدمه وده الدباغ. هنلعب ازاي؟ هتفضل تجمع لعيب في الحته دي، هيكون بزيرة في موقف واحد على واحد تخلق له مساحه، هوب تغير الملعب، يقوم بزيرة داخل ويعمل ويصنع خطورته. بس خوان بزيرة مصاب، فانت هتلعب ازاي؟ بسيف الجزيري وعدي الدباغ. عايز تلعب بعدي الدباغ هو اللي هنا عشان وسيف الجزيري هو اللي هنا عشان عدي بيلعب اصلا بشماله، فتحطه هنا، وسيف الجزيري هو عشان سريع يقطع في المساحات دي، ما عنديش مشكله. عايز تحط هنا الجزيري عشان برضه هو سريع فيلعب في ظهر الباك ده، وعدي عشان محطه وتقيل وبتاع عشان هو يعني بطيء عن الجزيري، فتخليه هو يلعب في ال 18، ما عنديش مشكله. اهم حاجه ان الاثنين دول انسب خيارين عندك في الخط اللي قدامي في ظل الغيابات اللي عندك، ما هماش انسب خيارات على مدار الموسم، لا، في ظل غياباتك. فالاثنين دول يلعبوا. عايز الاثنين بقى يعملوا هيبدلوا مع بعض، ما فيش مشكله، ما يبدلوش ما عنديش مشكله. مش عايز الناس تفكر ان انا بقول الجزيري يبقى هيكسر الدنيا. الجزيري ممكن يلعب ماتش سيء موت، انا ما بحبش الجزيري، بس هو ده الخيار المتاح اللي عندك. احمد شريف مصاب، بدله اصلا الماتش اللي فات عشان البدني بتاعه وحش. عمرو ناصر وحش، ما ادلكش اماره. هو عدي الدباغ، وتستغل عدي الدباغ في الضغط. يعني نص الاجوان اللي عدي الدباغ حاططها كانت من الضغط. المصري كان هو اللي ضغط هنا عند الكورنر، والجون الاسماعيلي هو اللي ضغط، حتى بلن الاهلي هو اللي ضاغط. فعدي في الضغط حلو قوي، فتستخدمه هنا على السردباكين وتخلي الجزيري يجري في ظهر الباك. عايز تحط عدي عشان بيلعب بشماله مثلا وتخلي الجزيري هو اللي يجري يقطع هنا في ظهر السردباكات، ما عنديش مشكله. عشان ده انا شايف ان ده الخطه الامثل بالنسبه لنا. خط الدفاع الاهلي داخل فيه تقريبا على مدار الموسم ده تقريبا 10 اجوان 14 جون حاجه زي كده، يعني خط سيء. يعني في حاجه كنا متدربين عليها وكنا بنعملها مع السباك اللي كان ماسكنا يانيك فريرا، وجبنا منها جون في المصري، وصنعنا منها اكتر من فرصه في الاسماعيلي، وصنعنا منها فرصه في الاهلي بتاعت اللي هي ناصر ماهر اللي هو ضيعها. ازاي؟ كان ادم كايد بيقوم جاي هنا ويقوم ناصر ماهر يلعب جنبه هنا كده، الاثنين كانوا بيبدلوا على بعض، فالاثنين كان بيعملوا زياده عاديه على الباك اللي بيلعب معاه. لو الوينج بيرجع كان واحد من الثمانيه كان بيطلع معاه، فانت بالتالي انت عملت كده موقف 2 على 1. فكان ادم كايد بيبدل مع ناصر، يقوم ناصر مثلا لاعب الوان لادم ويتحرك في ظهر الباك، ادم يلعب له التو. جبنا منها في ماتش المصري قام ناصر مرمى عرضها لعدي جو، وفي ماتش الاسماعيلي حصلت قام ناصر مرمى عرضها لاخوان بزيرة حطها في العارضه، وفي ماتش الاهلي حصلت نفس الجمله، اما ادم كايد لعبها لناصر ماهر قام ناصر حطها والشناوي شالها. وخصوصا بقى ان انت بقى عندك باك سريع موت، ان هو بقى بيلعب وينج بنتايج، وفي الالتحامات برضه جامد، فممكن يسرق محمد هاني في ثانيه ويقوم راح ناصر ماهر مديها له. طب انت عايز لو ناصر ماهر مثلا يخش لو خش هنا مثلا، ممكن يا معلم تفتح انت الملعب واحمد فتوح يخش هنا، كده الوينج هيرجع اكيد هيعمل التغطيه بتاعته، احمد فتوح يزيد مع عبد الله السعيد ماشي، مع عبد الله او مع محمد شحاته وعبد الله يلعب هنا. طبعا لازم نلعب جيم متوازن، ما ينفعش ابدا انزل هاجم الاهلي عشان خط هجوم الاهلي في كواليتي جامد قوي. خط هجوم الاهلي حتى لو كان وحش، حتى لو يعني بن شرقي ده ممكن من هجمه واحده داخل بيها يرقص المدافع يحط جون. انت عارف انا لو فضلت لعبت جيم زي بتاع بيراميدز وقفلت كل مفتاح الاهلي والله العظيم ما عنديش مشكله، اكسب ضربات جزاء اي حاجه، ما عنديش مشكله. مش عايز اشوف بقى هجمات وبتاع وفي الاخر اخسر، لا، عايز العب جيم متوازن، جيم بعقل، استغل غلطات خط الدفاع. ما عرفتش استغلها اقفل على مفاتيح لعب الاهلي. احمد زيزو طول ما هو بيتحرك بلا مركزيه هنا بيعرف يعمل تبادل مع الوينجين دول 1 2 في ثانيه، ممكن يضرب خط من هنا، عشان كده بقول لك شحاته يلعب عليه مان تو مان ما يسيبوش. في الضغط علينا بقى ادي الخطه اللي انا هقابل بيها. محمد شحاته مع زيزو مان تو مان، عبد الله السعيد لو ديانج هيزيد مع ديانج كده مروان عمره ما هيزيد ماشي. طب لو نفترض ان مروان زاد تلعب مع ناصر ماهر، هيقابل بيهم هو عدي الدباغ اللي قدرته في استخلاص الكره والضغط على السردباكين، وجنبه الجزيري عشان هو سريع، ممكن لو انا قطعت الكره ممكن يجري وواحد يلعبها له في مساحه. بس بقى الميزه ان انا هضغط من بدري هنا. ليه هضغط من بدري؟ عشان خط دفاع الاهلي كله ما فيش لاعب فيهم بيعرف يطلع بالكره صح. انما كان بيراميدز كان الباكين اصلا كانوا هم مفتاح لعب بيراميدز، انما دلوقتي انا اضغط من بدري، لو ضغطت من بدري هقطع الكوره قبل ما توصل. لو مروان نزل يقوم راح ناصر ماهر معاه، اقفل مفاتيح لعب الاهلي كلها، وده من وجهه نظري، وان شاء الله باذن الله يعني نكسب
انا مش عايز اتوقع، لان انا اصلا مش متوقع اي نتيجه للماتش. والله ده اكتر ماتش مش متوقع له اي نتيجه ولا عارف حساباته، ومتشوق موت اعرف ازاي احمد عبد الرؤوف هيدير الماتش ده، لان ان شاء الله انا واثق فيه يعني. فربنا يسترها وباذن الله نكسب، والسلام عليكم.